مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وصل لي خبر عاجل جدا، وهو ان المتحور الجديد من كورونا اسمه EG.5 ظهر في مصر، وكمان ظهر في كل انحاء العالم. لو خايف على نفسك وعلى عيلتك وعلى صحابك كمل الفيديو عشان هعرفكم فيه الى اي مدى المتحور ده ممكن يأثر علينا، وايه الاعراض بتاعته، وازاي نحمي نفسنا منها. مبدئيا المتحور ده ظهر في أكتر من دولة عالميا، ولكن في مصر لم ينتشر بشكل كبير. المتحور ده من أعراضه انسداد الأنف، الصداع الشديد جدا، والعطس، وتغيرات في حاسة الشم، وارتفاع درجات الحرارة، وشعور بأن العظام متكسرة، والإسهال الشديد. يعني زي ما هنقول كده هو تقريبا نفس الأعراض اللي جت بسبب أوميكرون وبسبب كورونا. هو تقريبا نفس الأعراض اللي كانت موجودة عند الناس المصابين هي بالظبط، من انسداد في الأنف والحاسة الشم مش موجودة. ربنا يحمينا كلنا يا رب. طبعا لازم ان كلنا نتخذ الاجراءات الاحترازية، من اننا نلبس كمامات واحنا ماشيين في الشوارع. هنرجع تاني لأيام كورونا لما كنا بنقول ان احنا لازم نلبس الكمامات وما نمشيش في الشارع ونحضن صحابنا ونسلم عليهم بكل أريحية. لا، كل ده مش هيكون موجود. ناخد الفيتامينات بتاعتنا والزنك، وناكل فواكه وخضروات، ونبعد شوية عن التجمعات العائلية وتجمعات الصحاب حتى في الشغل. ونبعد برضو عن ان احنا ندوق اكل من بعض وندوق بعض الاكل ونشرب مكان بعض. كل ده نحاول نبعد عنه تماما. ولو موجودين في اي منطقة فيها زحام نحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم، يكون معانا الكحول بتاعنا، يكون معانا الكمامة بتاعتنا، ويكون معانا مية نقدر ان احنا نشرب مية كتير. المية الكتير والفواكه الكتير كل ده بيفيد جسمنا، وبيخلي عندنا مناعة كبيرة جدا تصد اي مرض يقدر ان هو يجيلنا. والاهم من كل ده، لازم انك لو شعرت ولو شعور بسيط انك بدأت تحس بإسهال شديد مع تكسير في العظام مع كل او بعض الاعراض اللي احنا ذكرناها من شوية، تتوجه للطبيب وما تقولش ان ده برد عادي. لازم انك تطمن على نفسك وتشوف عندك ايه و... وتحافظ على صحتك، لانك بالحركة دي انت مش بس خايف على نفسك، انت خايف على اللي حواليك. لازم تتوجه للطبيب او اي مستشفى قريبة منك وتشوف انت عندك ايه، لان الحالات اللي بيجيلها الاعراض لما بتتلحق في الاول الموضوع مش بيسوق معاهم. كل الحالات في اي مرض، مش شرط ده، اي مرض اي وباء لما بيجي اول ما تحس انك عندك اي عرض وتوجهت للطبيب هتلاقي انك اتعالجت بسرعة واتشافيت بسرعة. اما لو هتطول في التعب وتقول انا مش عندي وتكابر، ده كل ده هيجي عليك انت. فارجو منكم انكم تحافظوا على صحتكم، وتخلوا بالكم من نفسكم ومن اهلكم ومن صحابكم ومن جيرانكم ومن كل اللي حواليكم. وبكده يكون الفيديو انتهى. استنونا الفيديوهات الجاية بأخبار عاجلة تانية كتيرة تهمكم وتهم صحتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. أشوفكم الفيديو الجاي.